هل توقفنا يوماً لنتساءل ما الذي يجعل كل واحد منا شخصاً فريداً؟ ما هي هذه الشفرة الخفية التي تحدد لون أعيننا ومواهبنا وحتى ربما مخاوفنا؟ حسناً، اليوم سننطلق معاً في رحلة استثنائية إلى داخل الجينوم البشري لنكتشف الخريطة الدقيقة التي تكتب قصة حياة كل منا. وهذا الاقتباس ليس مجرد كلمات، بل هو حقيقة راسخة. فك شفرة الجينوم لم يكن إنجازاً علمياً عادياً، بل كان أشبه بفتح صندوق أسرار الحياة الأعظم. لقد منحنا القدرة على قراءة اللغة التي كتبت بها أجسادنا وعقولنا، وهذا غير كل شيء. وهذا بالضبط هو السؤال المحوري لرحلتنا اليوم. كيف يمكن لشفرة غير مرئية بالعين المجردة أن تتحكم في أدق تفاصيل وجودنا، من ملامح الوجه إلى أعماق الشخصية؟ الإجابة كلها تكمن في فهم هذه اللغة البيولوجية الخفية. إذن لنبدأ من الأساسيات. تخيلوا الجينوم وكأنه المخطط الهندسي الخاص بكل شخص فينا. إنه الدليل الإرشادي الكامل الذي يحتوي على جميع التعليمات الوراثية، ليس فقط لبناء الكائن الحي من الصفر، بل أيضاً للحفاظ على عمل وظائفه الحيوية يوماً بعد يوم. كل شيء ينطلق من تلك اللحظة الحاسمة، لحظة التكوين. بمجرد اتحاد الحيوان المنوي بالبويضة يتحدد جنس المولود فوراً. لكن الأمر أعمق من ذلك بكثير، فمن تلك النقطة تبدأ ملامح مستقبلنا بالكامل في التشكل، وكل شيء يصبح مرهولاً بهذه الشفرة الأولى. ولكن كيف يتحول هذا الدليل البيولوجي العام إلى بصمة فريدة تجعل كل شخص منا مختلفاً تماماً عن الآخر؟ هنا بالتحديد نكتشف كيف يشكل الجينوم هويتنا الفردية بأدق تفاصيلها. الأمر المذهل حقاً هو مدى عمق هذا التأثير. التشابه مع الوالدين والأقارب هذا أمر واضح طبعاً، لكن هل فكرنا يوماً أن طريقة جلوسنا أو ميلنا الفطري للمغامرة أو حتى خوفنا من المرتفعات قد يكون مكتوباً في جيناتنا؟ نعم، هذه التفاصيل الدقيقة التي قد تبدو عشوائية هي في الواقع صدى مباشر لشيفرتنا الوراثية. وهنا نصل إلى نقطة جوهرية جداً: التمييز بين ما هو موروث وما هو مكتسب. الجينات تعطينا الأساس، مثل لون العينين أو القدرة الفطرية على الجري بسرعة، لكن مهارات مثل القراءة والكتابة أو استخدام الحاسوب هذه نكتسبها بالتعلم والممارسة. حتى الرسم قد تكون هناك موهبة فطرية لها جذور جينية، لكنها تحتاج دائماً إلى الصقل والتمرين لتزدهر. لكن الوصول إلى هذه المعرفة لم يكن بالأمر السهل أبداً. لقد تطلب الأمر سباقاً علمياً ملحمياً، ورحلة كانت مليئة بالتحديات والإصرار، كل ذلك من أجل فك أعظم لغز في تاريخ البشرية. قبل مواجهة تعقيد الجينوم البشري الهائل، بدأ العلماء بكائن أبسط بكثير، وهو ذبابة الفاكهة. دورة حياتها القصيرة وخريطتها الجينية البسيطة نسبياً جعلتها النموذج المثالي لإثبات أن الفكرة نفسها ممكنة، أن قراءة الشفرة الجينية أمر يمكن تحقيقه. كان هذا النجاح هو الضوء الأخضر للانطلاق نحو الهدف الأكبر. لكن طموح بهذا الحجم كان يتطلب موارد ضخمة. تكلفة المشروع قدرت في مراحله الأولى ب$100 مليون، مبلغ فلكي في ذلك الوقت، وهذا وضع المشروع أمام تحديات مالية هائلة كادت أن توقفه حتى قبل أن يبدأ. وهذه هي أبرز محطات تلك الرحلة المذهلة. بعد إثبات المفهوم مع ذبابة الفاكهة جاء التحدي المالي، والذي تم التغلب عليه بدعم من حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي خطوة ملهمة توحدت جهود الفرق البحثية التي كانت تتنافس فيما بينها، وقررت تبادل النتائج لتسريع وتيرة العمل. وبلغت الرحلة ذروتها في ذلك المؤتمر الصحفي التاريخي بالبيت الأبيض، الذي أعلن فيه عن المسودة الأولى لخريطة الحياة البشرية. حسناً، ما الفائدة العملية من كل هذا الجهد الجبار؟ هنا نصل إلى التأثير الأهم والأكثر ثورية على الإطلاق: تأثير فك شفرة الجينوم على عالم الطب. هذا الإنجاز لم يبقى حبيس المختبرات، بل تحول إلى أمل حقيقي لملايين البشر. فجأة أصبح بإمكاننا فك شفرة أمراض وراثية كانت غامضة تماماً، والتعمق في فهم أسباب أمراض مدمرة مثل الزهايمر وباركنسون.
والأهم من ذلك أنه فتح الباب ليس فقط للعلاج بل للوقاية أيضاً، ومنحنا أملاً حقيقياً في مستقبل قد نرى فيه نهاية لأمراض فتاكة مثل السرطان. ولعل أحد أروع الأبواب التي فتحها علم الجينوم هو العلاج بالخلايا الجذعية. يمكن أن نفكر فيها كأنها فريق الإصلاح الطبيعي داخل أجسامنا. هذه الخلايا الأساسية لديها قدرة مذهلة على التحول إلى أي نوع آخر من الخلايا، وهذا يعني أنها تستطيع نظرياً إصلاح وتجديد أي نسيج تالف في الجسم، من خلايا القلب إلى خلايا الدماغ. فقد تخيلوا مستقبلاً يمكن فيه علاج السرطان عبر إعادة بناء الخلايا السليمة بدلاً من تدمير الخلايا بالعلاج الكيميائي القاسي. هذا هو الوعد الهائل الذي يحمله العلاج بالخلايا الجذعية. إنه يمثل نقلة نوعية في فلسفة الطب نفسها، من التدمير إلى البناء. وهذا يقودنا إلى سؤال عميق، سؤال فلسفي وعملي في نفس الوقت. إذا كانت جيناتنا تحدد الكثير عنا، فهل نحن مجرد سجناء لشفرتنا الوراثية؟ الجواب القاطع هو لا، على الإطلاق. الجينات هي الخريطة، لكن نحن من نقود الرحلة. هي تقدم لنا الاحتمالات وليس الحتميات. معرفة هذه الخريطة لا يعني أن مصيرنا محدد سلفاً، بل على العكس يعني أننا حصلنا على الأدوات اللازمة لرسم طريقنا بشكل أفضل. لنأخذ مثالاً بسيطاً وواقعياً. قد يرث شخص ما جينات تزيد من خطر إصابته بالسكري، لكن هذا ليس حكماً نهائياً عليه. فمن خلال تبني نمط حياة صحي من غذاء ورياضة يمكنه تقليل هذا الخطر بشكل كبير جداً. إذن معرفة جيناتنا لا تجعلنا أسرى لها، بل تمنحنا القوة لاتخاذ قرارات واعية لحماية صحتنا. وفي الختام نصل إلى هذا السؤال العميق: هل فك شفرة الجينوم هو الفصل الأخير في قصة فهمنا لأنفسنا؟ أم أنه في الواقع مجرد الصفحة الأولى في فصل جديد تماماً، فصل نصبح فيه مهندسي صحتنا ومستقبلنا؟ سؤال يستحق منا كل التأمل.